ج2. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك وأهلا بكل صحي ومفيد. ضيفي الدكتور سعيد متولي، استشاري التغذية العلاجية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. دكتور سعيد، هذه الأيام هي فترة المانجا والجوافة، ويمكن فاكهة المانجا والجوافة من الفواكه المحببة جدا لكل إنسان مصري، ولكن بنتوقف عندها شوية. لا حضرتك بتقوليها وانت فعلا حباها. فعلا. فعلا المانجا بريحتها والاروما بتاعتها وعصيرها المميز اللي اتعودنا عليه، وان بندخلها حتى في اصناف الحلويات بتاعتنا، وان احنا بنستناها كل سنة في مواعيد معينة. والجوافة بنفس التكنيك بالريحة والطعم، لكن احنا لازم نتعرف النهاردة حاجة غير الجمال اللي حواسنا بتلمسه، القيمة الغذائية ليهم ايه. المانجا قدر عالي جدا من الالياف الدايبه الهامه جدا جدا للجهاز الهضمي، اللي بتعمل يعني توازن بين حركه الجهاز الهضمي، بين معده وبنكرياس وامعاء وقولون، بيدي صحه في الاخر، بتدي صحه استفاده او قيمه للاستفاده من كل العناصر اللي موجوده في المانجا. طبعا اللون الاصفر في حد ذاته ده مضاد للاكسده. فيتامين الف، قوه ابصار، مضاد اكسده، بيقي من السرطان، بيدي نشاط للقلب، بيحمي الأوعية الدموية، بيغذي خلايا المخ بقدر عالي جدا من الأملاح المعدنية، خاصة الفوسفور لخلايا الدماغ. الجوافة فيها ميزة شوية عن المانجا في حالة ان السكر اللي موجود في المانجا نسبته عالية قوي، لذلك لما بنعمل دايت بنمنع المانجا عن اللي هننزل وزنه. اما الجوافة يعني المانجا بيصل السكر فيها حسب الصنف، لكن تقريبا 80 ال100 جرام فيهم 80 جرام من المكونات الصلبة بتاعتها سكر. أيوة. الجوافة لا، الجوافة بتبقى من 50 ل 60% من المكونات الصلبة سكر، لكن الاثنين بالالياف اللي فيهم، بالالوان والصبغات بتاعتهم، بيقللوا كمية الكوليسترول اللي موجودة في الدم، بينشطوا خلايا الكبد، بيعملوا تناغم جميل جدا جدا. لكن امتى ننور النور الأحمر ونقول لا نتوقف، هنا في خطر؟ أحيانا لما يكون في نسب معينة من الأملاح زايدة عند متناول المانجا، والأملاح دي موجودة في المانجا بنسبة عالية، في ناس معينة نقول لهم لا المانجا فيها أملاح هترفع عندك الأملاح دي. أيوة. يا ريت ما نستهلكش المانجا دي. نرفع الضوء الأحمر إن إحنا بنستخدم المانجا بسكر عالي جدا، بعمل عصاير بنضيف لها السكر، لأن أنا ما بقدرش، الأفضل إن أنا أعمل عصير للفاكهة بدون إضافة سكر طبعا. بس ده هيحصل امتى؟ لما اعمل فاكهة بدون مية، لكن احنا بنضيف مية، فبالتالي عايزين نرفع درجة الحلاوة فبنضيف سكر. والافضل ان انا استخدم الثمرة تؤكل كما هي. ودايما اقول ربنا سبحانه وتعالى لو كان عايز نستهلك الفاكهة في صورة عصاير كان جاب لنا على الشجر عصير، لكن الفاكهة، تناول الفاكهة كثمرة من اجمل واقيم العادات الصحية للإنسان. طب امتى ناكلها؟ أيوة. المانجا تختلف عن الجوافة. المانجا ممكن تبقى لو أكلت مانجا تخليني أخر الوجبة بتاعتي لأنها دسمة، فيها نسبة دهون وفيها نسبة بروتين كمان. الجوافة فاكهة ممكن أكلها بعد الأكل بساعتين أو بساعة ونص، أو قبل الأكل بنسبة معينة. لكن المانجا طلب الوحيد لو أكلناها ما ناكلهاش أكتر من ثمرة واحدة في اليوم للحفاظ على الصحة، وإن أنا ما أثقلش على الجهاز الهضمي بمعقدات هضمية يصعب امتصاصها بعد كده. يا ريت إن شاء الله. بنتمنى الصحة لكل أسرة مصرية. شكرا يا دكتور. أشكرك يا فندم. تمام.